إليكم أبرز العناوين. كيليان مبابي ينفرد برقم تاريخي لم يحققه حتى ليونيل ميسي. جدل واسع حول دور كريستيانو رونالدو مع البرتغال. ضربة موجعة لأنشيلوتي بعد خسارة أحد نجوم البرازيل. نجم المغرب يتصدر قائمة ذهبية في كأس العالم. هذه هي نشرة أخبار مدريديستا بالعربية اليوم، لكن قبل التفاصيل صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إلى التفاصيل. قاد النجم الفرنسي منتخب بلاده إلى الفوز على السويد بثلاثية نظيفة في دور 32 بعدما سجل هدفين ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في كأس العالم 2026 ويتساوى مع ليونيل ميسي في صدارة هدافي النسخة الحالية من البطولة. لكن هذا لم يكن الرقم الأهم، فهدفي مبابي أمام السويد رفع رصيده إلى 18 هدفا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم التاريخي الذي يحمله ليونيل ميسي. أما الإنجاز الذي جعل اسمه يتصدر الصحف وهو ما كشفته شبكة سكواكا، حيث أصبح مبابي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفين أو أكثر في 7 مباريات مختلفة، وهو رقم لم يحققه أي لاعب في تاريخ البطولة بما في ذلك ليونيل ميسي. وجاءت هذه الثنائيات أمام الأرجنتين في نسختي 2018-2022، ثم الدنمارك وبولندا والسنغال والعراق، وأخيرا السويد ليواصل النجم الفرنسي تحطيم الأرقام القياسية مباراة بعد أخرى. ولم يتوقف الأرقام عند هذا الحظ، بل أصبح مبابي أيضا ثاني لاعب من ريال مدريد يسجل 6 أهداف في نسخة واحدة في كأس العالم بعد الأسطورة الكرواتية دافيد شوكر في مونديال 1998، كما ساهمت ثنائيته في رفع رصيد لاعب ريال مدريد إلى 13 هدفا في النسخة الحالية من البطولة. مع اقتراب الأدوار الحاسمة عاد النقاش حول دور كريستيانو رونالدو داخل المنتخب، حيث يرى بعض المحللين أن استمرار الاعتماد عليه أساسيا قد يؤثر على سرعة الأداء الهجومي للبرتغال، بينما يؤكد آخرون أن خبرته وشخصيته القيادية لا يمكن الاستغناء عنهما في مباريات خروج المغلوب. ويشير التقرير إلى أن المدرب البرتغالي يجد نفسه أمام قرار صعب بين الحفاظ على مكانة قائد المنتخب أو منح مساحة أكبر للعناصر الشابة التي قدمت مستويات قوية في البطولة، وهو ما جعل هذا الملف من أكثر المواضع إثارة للجدل في الإعلام البرتغالي. تأكد غياب أحد أبرز نجوم البرازيل عن بقية مشوار كأس العالم في ضربة قوية للمدرب كارلو أنشيلوتي، الذي سيضطر إلى إعادة ترتيب أوراقه قبل المواجهات المقبلة، خاصة أن اللاعب كان يعد من الركائز الأساسية في تشكيلها وقدم مستويات مميزة منذ بداية البطولة. وهنا نصل إلى تحليلنا الأول. إذا أردتم رأيي، فأعتقد أن ما يحققه كيليان مبابي في هذه النسخة من كأس العالم يتجاوز مجرد تسجيل الأهداف، عندما يصبح أول لاعب في تاريخ المونديال يسجل ثنائيتين أو أكثر في 7 مباريات مختلفة، فهذا يدل على أنه لا يتألق في مباراة واحدة، بل يحافظ على مستواه في كل نسخة وكل مرحلة من البطولة، كما أن وصوله إلى 18 هدفا في كأس العالم وهو لا يزال في سن صغيرة يجعله قريبا جدا من تحطيم المزيد من الأرقام التاريخية، وقد يصبح خلال هذه البطولة الهداف التاريخي للمونديال إذا وصل بنفس النسق. لكن في المقابل أعتقد أن الجدل حول كريستيانو رونالدو لا يتعلق بقيمته كلاعب، فهذه مسألة لا يختلف عليها أحد، بل يتعلق بالطريقة التي يجب أن تستفيد منها البرتغال من خبرته. فهناك من يرى أن وجوده أساسيا يمنح المنتخب شخصية قوية داخل الملعب، بينما يعتقد آخرون أن مشاركته في أوقات محددة قد تمنح البرتغال توازنا أكبر، خاصة مع وجود مجموعة من اللاعبين الشباب الذين يعيشون أفضل فترات مسيرتهم. وفي النهاية يبقى القرار بيد المدرب، لأنه الأدرى بحالة اللاعبين وبما يحتاجه المنتخب في كل مباراة، خصوصا أن المباريات خروج المغلوب لا تحتمل أي خطأ. أما الضربة التي تلقاها كارلو أنشيلوتي فقد تكون من أصعب لحظات البرازيل في البطولة. خسارة لاعب أساسي في هذا التوقيت قد يؤثر على استقرار الفريق، خاصة إذا كان يقدم مستويات كبيرة منذ بداية كأس العالم. لذلك ستكون قدرة أنشيلوتي على إيجاد البديل المناسب عاملا حاسما في استمرار مشوار السيليساو.
بحسب التقارير تصدر اللاعب المغربي قائمة ذهبية تضم أفضل نجوم كأس العالم 2026 بعد المستويات الكبيرة التي قدمها منذ بداية البطولة، ولم يكن اختياره بسبب مباراة واحدة فقط، بل نتيجة الأداء الثابت الذي قدمه سواء من حيث التأثير في النتائج أو المساهمات الهجومية أو الحضور داخل الملعب، وهو ما جعله يتفوق على عدد من أبرز نجوم البطولة. ونحي كما يعكس هذا الإنجاز المكانة التي وصل إليها وكما وصلت إليها الكرة المغربية في السنوات الأخيرة، بعدما أصبحت تنتج لاعبين قادرين على منافسة أفضل النجوم العالم، وهو ما ينعكس بشكل واضح على نتائج المنتخب في البطولات الكبرى. وهنا نصل إلى تحليلنا الثاني. إذا جمعنا كل هذه الأخبار معا سنجد أن كأس العالم 2026 لا يشهد منافسة قوية بين المنتخبات فقط، بل يشهد أيضا سباقا تاريخيا على تحطيم الأرقام القياسية وصناعة المجد الشخصي. ومن وجهة نظري فإن كيليان مبابي لم يعد مجرد أحد أفضل لاعبي العالم، بل أصبح يكتب اسمه بين أساطير كرة القدم، عندما يتفوق على رقم عجز ليونيل ميسي على تحقيقه ويقترب من معادلة أرقامه التاريخية. فهذا يؤكد أن النجم الفرنسي يسير بخطوات ثابتة نحو صناعة إرث قد يبقى لسنوات طويلة، وإذا واصل بهذا المستوى فقد لا يكتفي بقيادة فرنسا للمنافسة على اللقب، بل قد ينتهي البطولة كأفضل لاعب وهداف تاريخي في المستقبل. أما بالنسبة لرونالدو فأعتقد أن النقاش الدائر حوله يعكس حجم تأثيره في كرة القدم، حتى وهو في المراحل الأخيرة من مسيرته لا يزال وجوده أو غيابه موضوعا رئيسيا في الإعلام وبين الجماهير، لكن في البطولات الكبرى لا مكان للعاطفة، والمدرب مطالب باتخاذ القرار الذي يخدم مصلحة المنتخب أولا، سواء كان ذلك بإشراك رونالدو أساسيا أو الاستفادة منه خلال مجريات المباريات. وفي المقابل تبدو مهمة أنشيلوتي أكثر تعقيدا بعد فقدان أحد أهم عناصره. البطولات الكبرى كثيرا ما تحسم بالتفاصيل الصغيرة، وغياب لاعب مؤثر قد يغير شكل الفريق بالكامل، لذلك ستكون المباريات المقبلة اختبارا حقيقيا لقدرة المدرب الإيطالي على إيجاد الحلول والمحافظة على توازن المنتخب البرازيلي. أما الخبر الذي أسعد الجماهير العربية فهو استمرار تألق النجم المغربي أوناحي، والذي تصدر القائمة الذهبية لأفضل لاعب كأس العالم. هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ، بل هو نتيجة أداء ثابت وشخصية قوية داخل الملعب، وقدرة على صناعة الفارق في أصعب المباريات. كما يؤكد أن المنتخب المغربي يواصل إثبات أنه أحد أبرز المنتخبات البطولة، وأن ما حققه في السنوات الأخيرة لم يكن مجرد صدفة. والآن أترك لكم سؤال الحلقة، برأيكم ما هو الإنجاز الأكثر إبهارا حتى الآن؟ هل هو الرقم التاريخي الذي حققه كيليان مبابي، أم استمرار تألق النجم المغربي، أم أن البرتغال ستنجح في حسم الجدل حول دور رونالدو داخل الملعب؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. وفي ختام هذه الحلقة نعدكم بالاستمرار في نقل أبرز اختبارات كأس العالم مع جميع التفاصيل والأرقام والإحصائيات المهمة، ثم تقديم تحليلنا الخاص لكل حدث حتى لا يفوتكم أي جديد من البطولة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإنذارات، ونلتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.